بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أحبائي محبي قناة كوكب الشرق، أهلا بكم في قناتنا، القناة اللي هتقدم لك الفن المصري بطريقة عمرها ما اتقدمت قبل كده في أي منصة أخرى. إحنا مش بس بننقل أخبار، إحنا بنجيب لك الأسرار والكواليس النادرة جدا واللي صعب تلاقيها في أي مكان تاني. هتسمعوا عندنا قصص وحكايات عن النجوم ما اتقالتش قبل كده في ولا قناة فنية معانا. هتكتشف الوجه الحقيقي للفن المصري، إن ليه وش تاني، وش ممكن يكون أعمق، ممكن يكون أجمل، أو العكس. أحبائي أهلا وسهلا بكم في قناة كوكب الشرق. يا جماعة، في وجوه كده في السينما المصرية يمكن ما تعرفوش اسمها، لكن أول ما تشوفوها أو تشوفوا وشها تفتكروا جملة أو موقف أو مشهد يفضل محفور في دماغكم مهما عدى الزمن. وحكاية النهاردة عن واحد من الناس دي، ممثل ما كانش نجم شباك لكن كان نجم في قلوبنا بجمله البسيطة وصوته الهادي. واستنوا المفاجآت اللي في قصته، لأنه حياته كلها كانت مليانة بورقات غريبة. الفنان ده هو عبد العظيم كامل. عبد العظيم كامل اتولد يوم 10 نوفمبر 1918 في القاهرة لأسرة راقية ومعروفة جدا. من صغره كان باين عليه انه مختلف. ليه؟ لأنه كان عاشق للشياكة والأناقة ويعني تخيلوا معايا انه ما كانش ينزل حتى الباب العمارة بلبس البيت، لازم يخرج على على سنجة 10 بالبدلة والجرافطة وكأنه رايح حفلة كبيرة. حتى وهو طفل صغير بيروح مع أهله السينما كان بيلبس كأنه راجل كبير. وهنا بدأ يبني شخصية الأنيق اللي هيبان بعدها في السينما. ولسه القصة ما خلصتش، وركزوا معايا. عبد العظيم كامل كان متفوق جدا في دراسته، وكل اللي حواليه كانوا شايفين فيه مستقبل كبير. وبالفعل بعد ما خلص اتعين في وظيفة حكومية مرموقة جدا، وطول الوقت كان شايف نفسه بعيد عن الفن. يعني بالنسبة له التمثيل مجرد تسلية يتفرج عليها مش أكتر، لكن زي ما بيقولوا اللي مكتوب لازم تشوفه. وهنا تبدأ أولى المفاجآت في قصته. في يوم من الأيام الريجيسير الشهير قاسم وجدي، اللي اكتشف مجموعة كبيرة جدا زي أنور وجدي، دخل المصلحة اللي بيشتغل فيها عبد العظيم علشان يخلص ورق. لمحه، شاف ملامحه الهادية وصوته الأنيق، قال له الولد ده وشه سينمائي. عرض عليه فكرة التمثيل، لكن عبد العظيم رفض بمنتهى القوة. أنا موظف وبس، ماليش في الحكاية دي. قاسم ابتسم وقال له طب تعالى المكتب نشرب قهوة ونعمل اختبار كاميرا بسيط، مش هتخسر حاجة. عبد العظيم ضحك وقال له أنا ماليش في الموضوع ده. لكن الغريب إنه بعد أيام راح له فعلا. وهنا كانت المفاجأة الكبيرة. عبد العظيم دخل المكتب لقى قاسم قاعد مع مخرج كبير جدا هو أحمد بدرخان. قاسم قام وقال اهو ده اللي كلمتك عنه. بدرخان بصله وقال له انت هتمثل في فيلم انتصار الشباب مع فريد الأطرش واسمهان، تصوير بعد 3 ايام. تخيلوا الصدمة، واحد موظف حكومي فجأة يلاقي نفسه بيتقال له تعالى تمثل مع كبار النجوم. عبد العظيم اتلخبط جدا، ما كانش عارف يرفض ولا يقبل. لكن مع ضغط قاسم وبدرخان وحكاياتهم عن الشهرة والنجومية قرر ان هو يجرب. وفي أيام عام 1941 فعلا وقف عبد العظيم كامل لأول مرة قدام الكاميرا في فيلم انتصار الشباب.
تخيلوا شعوره وهو واقف قصاد فريد الأطرش وأسمهان، وكان منبهر جدا بالكاميرات والكواليس وحاسس إنه دخل عالم غريب فيه سحر ولمعان. لكن في نفس الوقت كان جواه صوت بيقول له خلي بالك الطريق ده خطر، وظيفتك الحكومية هي الأمان. خلص الفيلم وقال كفاية كده، جربت خلاص، ورجع تاني لشغله كأنه ما حصلش حاجة. بس استنوا، القصة ما خلصتش. بعد حوالي 5 سنين قابله المخرج إبراهيم عمارة وقال له وشك ده سينمائي، لازم تمثل. عبد العظيم وافق وعمل دور مقامر، وبعدها اختفى تاني ورجع لشغله. وبالصدفة قابله المخرج أحمد سالم، اداله دور دكتور في فيلم حياة حائرة. بعدها المخرج جمال مدكور اداله دور ضابط في أيام شبابي. وبعدين حلمي رفلة اداله مشهد صغير كزبون في مطعم في فيلم البطل. كل مرة كان يدخل الفن ويرجع يسيبه، لحد ما أخيرا قال خلاص هو ده مكاني، وقرر يركز في السينما. من اللحظة دي بقى يعمل 10 أفلام في وقت واحد، دكتور، وكيل نيابة، ضابط، محامي. وكان المخرجين شايفينه الوجه المثالي للأدوار الراقية والهادية. أكتر دور علق مع الجمهور هو دور الدكتور الطيب اللي يخرج من العمليات ويقول لأهل المريض إحنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا. العبارة دي اتزرعت في دماغ الناس لدرجة إنها بقت مرتبطة بأي دكتور في أي فيلم. كمان كان ليه جملة شهيرة، وهي إن الهانم أعصابها تعبانة وبتحتاج إن هي تروح العزبة تريح شوية. عبد العظيم كامل على مدار مسيرته كلها كان دايما في كامل أناقته، البدلة والجرافطة، لازم شكله الأرستقراطي وصوته الرنان. كانوا بيخلوا المخرجين يطلبوه في الأدوار دي بالذات. ملامحه الطفولية رغم صلعته اللامعة كان ملامحه بتخليه مثالي الأدوار الأب الطيب أو وكيل النيابة الهادي. وكان معروف إنه قليل الكلام جدا بره الكاميرا، لكن حضوره على الشاشة كان قوي ومؤثر. شارك عبد العظيم كامل في حوالي 138 عمل فني، من أبرز أفلامه الحموات الفاتنات، عفريت إسماعيل ياسين، جعلوني مجرما، أيامنا الحلوة، إسماعيل ياسين في الأسطول، سر طاقية لخفة، بين الأطلال، الرجل التاني، نهر الحب، المنات والصيف، يوم من عمري، الشموع السوداء، وفيلم المجانين في نعيم. وفي المسرح شارك في مسرحية البكاشين مع فريد شوقي وسهير رمزي، وكمان ظهر في سهرات تلفزيونية كتير. والمثير إنه رغم إن معظم أدواره ثانوية إلا إن جمله البسيطة بقت علامات خالدة لحد النهاردة. سنة 1976 قدم آخر أفلامه أمواج بلا شاطئ. بعدها قال كفاية كده جدا، وقرر يعتزل ويعيش حياة بعيدة عن الأضواء. بنى أكبر عمارة في منطقته، لدرجة إن الوسط الفني كان بيناديه الدكتور صاحب أكبر عمارة. وكان دايما بيقول أنا اخترت الهدوء واخترت أعيش بعيد عن دوشة الشهرة. ومن يومها اختفى عن الأضواء تماما لمدة 32 سنة. وبالرغم من كده جمهوره ما نساهوش، جملته كانت بتتردد لحد آخر يوم في حياته. وفي 6 سبتمبر عام 2008 رحل الفنان عبد العظيم كامل بهبوط حاد في الدورة الدموية. رحل في هدوء زي ما عاش، لكن ساب وراه بصمة كبيرة في قلوبنا. ولحد النهاردة لما نفتكر شخصية الدكتور الطيب في أي فيلم قديم بنفتكر وشه على طول. قصة عبد العظيم كامل بتعلمنا حاجة مهمة جدا، إن الشهرة مش دايما هدف،
ساعات بتجيلك من غير ما تسعى ليها، وهو اختار يعيش حياته ببساطة بعيد عن دوشة الأضواء، لكن رغم كده ساب أثر كبير. وعشان كده أحب أقول لكم نصيحة: خلوا دايما نيتكم لله في أي عمل بتعملوه، وما تسعوش للشهرة الفارغة، اسعوا للأثر الطيب اللي يفضل بعدكم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فخلي حياتك فيها عمل يبقى لك بعد رحيلك. متشكر جدا لحسن استماع حضراتكم، وإن شاء الله هيكون لينا لقاءات أخرى مع أسرار عالم الفن. تحياتي، أنا كان معكم طارق السلموني الناقد الفني، وإن شاء الله بإذن الله لنا لقاءات أخرى.